هل تتخيل تبقى بتتمشى في شوارع القاهرة وتلاقي قدامك وحش ماموس ضخم؟ ده مش حلم ولا كرتون، ده فيلم مصري اسمه اوسكار عودة الماموس. الفيلم يمان خيال علمي وكمان اكشن، بيتكلم عن تجربة علمية خطيرة في محاولة لإعادة الماموس من الموت. وطبعا كالعادة التجربة دي بتنتهي نهاية مدمرة، وبيتم إحياء الماموس وبيفك بيهرب منهم وبيتجول وسط الناس، وبتبتدي بقى حالة الرعب والدمار. لكن يا مان الغريب ان في طفله بتعرف تتواصل معاه، وبيظهر للوحش الضخم ده جانب انساني غريب. الفيلم يا مان اخراج هشام الرشيدي، بطولة احمد صلاح حسني، عناد محنة، محمود ثروت، ومحمود عبد المغني، والبطلة الصغيرة ليا السويدان اللي شكلها كده هتخطف القلوب. الفيلم يا مان 90% منه بجرافيك ومؤثرات بصريه، ودي طبعا خطوه ضخمه جدا في السينما المصريه. هو انتاجه استغرق 3 سنين، لكن المشاهد اللي فيه والخدع البصريه كانت على مستوى عالمي. الفيلم يا مان نزل في السينما يوم 15 اكتوبر، وتقدر تقول بمنتهى البساطه ان دي اول مره نشوف فيها فيلم وحوش مصري بالطريقه دي. فاكتب لي في الكومنتات، هل تحب تشوف افلام خيال علمي زي دي في مصر اكتر؟